استكمالا للسؤال السابق وعطفا عليه، هل كلف حمزة مصطفى عندما كان مدير تلفزيون سوريا وبمنصبه الحالي الآن وزيرا للإعلام، هل كلف فريقا إعلاميا لإجراء التواصل مع قيادة قسد؟ إنه يا أخي بدنا نجي على الحسكة، بدنا نساوي حوارات معاكم حتى يكون يعني الرأي العام السوري مطلع على حقيقة الموقف الكردي القسدي من منصات إعلامية تابعة للجولاني. هل كلف حمزة مصطفى فريق يعني بهذا الخصوص؟ ومن كان يعني ضمن هذا الفريق للتوثيق من جانب توثيق المواقف في هذا الإطار مهم جدا يعني. وأعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال الفرعي أيضا ينبغي أن يكون مقرونا بمعلومات موثقة بالتاريخ والأسماء. إذا يعني الإعلام السوري الرسمي، قناة الأخبارية وتلفزيون سوريا، مش عاجبهم قسد، نازلين شيطنة وأبلسة في قسد. طيب، يعني اعملوا مقابلات خاصة مع قيادات المجلس الوطني الكردي، مع قيادات كردية أخرى وازنة. روحوا قولوا نحن حاولنا وتواصلنا مع هذه القيادات الموجودة في القامشلي واتفقنا على إجراء المقابلة الفلانية في التاريخ الفلاني، لكن اللي عرقل سلطة قسد. بدنا شيء ملموس موثق للإعلام السوري. أنا شخصيا ما سمعت، يعني لم أسمع ولم أقرأ على منصات الإعلام السوري الرسمي والموازي شيء من هذا القبيل، إنه الإعلام السوري سعى للذهاب إلى مناطق سيطرة قسد شرق الفرات لإجراء مقابلات خاصة وحصرية مع قيادات قسد أو مع قيادات المجلس الوطني الكردي، واللي عرقل الموضوع هي سلطة الإدارة الذاتية الموجودة هناك. بدنا شيء موثق للرأي العام عشان نعرف إنه هل الإعلام الرسمي السوري مرغوب فيه في تلك المناطق أم لا. ما يعني يتباكوا ويتحججوا ويجي بيقول لي يقعد جنب النهر ويقول أهلنا هناك يا الجبل البعيد خلفك حبايبنا، ومن هالقصص هاي يعني ما يسوي هيك. يعني بدي شيء موثق من وزارة الإعلام ومن المؤسسات الإعلامية، ويطلع لي معاذ محارب يقول بالله عليك نحن بعتنا فريق إعلامي ويحكي لنا شوي هيك يتفاصح علينا باللغة العربية الفصحى، و يعني يمرر بيتا شعريا في الحقبة الجولانية وليس العباسية والأموية أو من العصر الجاهلي، كنوع من التطعيم، يعني تطعيم الإدارة، إدارة الحوار بالأدب والشعر، ويطلع ويقول إنه نحن بعثنا فريق من الإخبارية وتواصلنا وهي هي الإيميلات وهي هي الردود، والجماعة يا أخي رفضوا، ما بدهم يانا نروح على القامشلي، نروح على الحسكة، نروح على الدير، ما بدهم يانا بشكل موثق. أنا بدي الكلام موثق، مش يطلع مثل ما يعني يدير الحوارات، يعني يلقي الكلام جزافا على عواهنه. شيء موثق. أنا ما سمعت بصراحة يعني. أنا آمل أن تساعدوني في هذا الموضوع في حال شيء منشور في منصات الإعلامية التابعة لنظام الجولاني أنه هذا النظام سعى إلى وإعلام هذا النظام، قنوات هذا النظام
الإعلامية، الأوعية الإعلامية التابعة لهذا النظام سعت للتواصل مع قيادات قسد وقيادات كردية أخرى وازنة ومهمة ومؤثرة، ولكن لم يكن هنالك أي استجابة تُذكر بل رفض، لكي نعرف يعني إنه أنتم حاولتوا وفي ممانعة لحتى نتأكد إنه ما تقولونه على منصاتكم الإعلامية من كلام حول أنكم غير مرغوب بكم ومرفوضون في سلطة قسد، نتأكد من ذلك إنه يا أخي إنه كلامكم صحيح، هي الوثائق ولا واحد من جماعة قسد فيهم إنه يعني راح تحطوهم في زاوية ضيقة ومحرجة، ويعني أنتم بتحكوا براهين وأسانيد وأدلة، مش كلام هيك شعوائي وعشوائي كما يجري حاليا.